النهاردة أنا كنت بعزي في شخص يعني لحد قريب مني. فالمهم وأنا واقف في العزا أنا افتكرت الشخص ده وقلت عليه كلمة من جوايا، إن الشخص ده كان معلم يعني حرفيا بلدنا كلها القرآن، كان شخص كبارة جدا يعني. فلقيت نفسي تلقائي بقول يعني الله يجازيه خير ويرحمه، إن هو كان شخص كويس جدا وعلم حوالي 90% من البلد القرآن. فاكتشفت ان ده كان دوره تجاهي. لو انت عايز تعرف دورك الحقيقي تجاه كل شخص في حياتك، فعايزك تغمض عينيك وتتخيل ان انت مت وهم دفنوك وهم واقفين في عزاك، كل واحد بيقول عليك كلمة من جواه. كل كلمة هتعوز تسمعها من شخص معين يبقى ده دورك تجاهه. يعني مثلا في باباك عاوز تسمع منه كلمة الله يرحمه ده كان بر بيا، يبقى دورك تجاه باباك انك انت تبر بيه. اخوك او اختك الصغيرة عاوز تسمع منهم كلمة الله يرحمه ده كان حنين علينا، يبقى ده دورك تجاههم. صاحبك عايز تسمع منه الله يرحمه ده كان جدع معايا، يبقى دورك تجاه الشخص ده هو انك تكون جدع معاه. كذلك اقاربك الله يرحمه ده كان بيصل رحمه. فلو انت عاوز تعرف دورك تجاه كل شخص في حياتك لازم تعمل التجربة دي، انك تغمض عينيك وتحس انك انت مت وهم دفنوك وهم واقفين في العزا بتاعك. كل كلمة هتعوز تسمعها من شخص معين يبقى ده دورك تجاهه اللي انت لازم تعمله.